السلام عليكم. أوضة لبس النادي الأهلي وما يدور عنها بقى حدث ولا حرج. يعني أوضة لبس النادي الأهلي دي بقى محتوى للإعلام الرياضي في مصر. يعني ما ينفعش أي برنامج ما يتذكرش فيها أوضة اللبس بتاعت النادي الأهلي، زي ما يكون كل فرق الدوري عندها خيم اللبس، اللعيبه بتغير في الخيمه مفيش أوض. طب إيه يا عم أوضة اللبس دي؟ ده مصطلح بيندرج تحتيه علاقات اللعيبه ببعض، الود، الحب، التعاون، الصفاء. طيب اللي ماله بقى الناس بتقول ايه بقى على اوضه اللبس بتاعت الاهلي؟ مولعه نار، مش عوطه، مش عوطه. لو فتحت الشباك بتاع الاوضه هتلاقي بص على جهنم، الفيو بتاعها جهنم. ليه يابا الكلام ده؟ ليه؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده من ساعه ما احمد سيد زيزو دخل النادي الاهلي، وانت عايز توصل للدنيا كلها ان هو هيبوظ اوضه اللبس وهيبهدل الدنيا. مفيش خالص كده، مفيش خالص كده. اي لعيب في النادي الاهلي، اي لعيب في النادي الاهلي بيتقدر من الاداره صح، بيتقيم صح، بياخد حقه تالت ومتلت، ومفيش اي مشاكل من اللي بتذكر دي خالص خالص. يا عم همشي وراك، همشي وراك. جدل، تعال نفترض جدلا مع بعض. اي لعيب هيفكر يتعوج، اي لعيب هيفكر يتعوج او يتدلع او يحاول كده يتنطط، سانكيوتا يا باشا، سانكيوتا. من امتى النادي الاهلي بيشعبط في لعيب ولا؟ الا يا باشا هو اي، وكل لعيبه النادي الاهلي عارفه كده. اللي هيفكر يتنطط سانكيوتا يا باشا. وخلي بالك، جماهير النادي الاهلي عمرها ما كانت وسيله ضغط على الاداره. مجرد ما الاداره تطرح ان في لعيب بيتنطط وبيتعوج، هتلاقي الجماهير قبل الاداره بتقول لهم ثانك يو، ثانك يو، ودي الواد لابوه، مش عاوزينه، مش عايزين نشوفه. فحته اوضه اللبس دي يا ريت يا ريت نغيرها، ويعني لو انت عايز، لو انت فكرك ان ده يهدم فرقه النادي الاهلي، غلط، بتحرق على الفاضي. فكان وجب، بس كان وجب التوضيح في النقطه دي. اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي طول عمرها مليئه بالنجوم، وطول عمرها بتدار كما قال الكتاب، بتدار كما قال الكتاب.